بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك في نبينا حفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. بسم الله قلنا الله. هنحل النهاردة امتحان 24 أسئلة. امتحان 24 خلاص يعني مش المسألة دي. في دائرة القربية المقابلة سلك مستقيم أفقي AB. هذا سلك AB حر الحركة، يعني ممكن يقع أو ممكن ما يقعش. تصل البطارية موضوع في مجال مغناطيسي، فإن اتجاه المجال المغناطيسي الذي من الممكن أن يسبب انعدام محصلة القوة المغناطيسية على السلك AB. نركز كده بسم الله. هو معنى كلمة سلك حر الحركة إنه ممكن يقع. بالنسبة لنا أرضية الكتاب دي الأرض، يعني بس يعني هو بيقع كده أصلا تحت تأثير F جرافيتي اللي هو الوزن بتاعه، هو بيقع أكيد. بس عشان ما يقعش أنا بضطر أعمل إيه بقى؟ اشده لفوق. هشده لفوق ازاي؟ قال لي هشده لفوق بقوه مغناطيسيه. يبقى انت محتاج انه يتزن، اللي هو يعني كده المحصله تنعدم. محصله اللي هو طرح قوتين، تنعدم انعدام المحصله اللي هو سلك يتزن يعني. فهو كده بالمعنى البعدي بيقول لك يعني بالمعنى البسيط انا محتاج القوه تبقى لفوق بس بطريقه لطيفه، يعني مش عاوز اقول لك مباشر. طيب وانت معاك اتجاه التيار طبعا خارج من القطب الموجب ماشي كده، معاك التيار ومعاك الايه ومعاك القوه، فمحتاج المجال. طبعا قاعدة فليمنج اليد اليسرى ماشي، او القاعدة اللي متعودين عليها اليد اليمين يعني. فنطلع بفوق كده، التيار ماشي كده، يبقى المجال داخل لأسفل، المجال إلى داخل الصفحة. المجال أفقيا يعني أفقي كده، بس المجال أفقي كده ماشي، وكده رأسي، فأفقيا وعمودي على الصفحة إلى الداخل. سهلة. إلكترون ساكن كتلته M إلكترون وشحنته E تم تعجيله تحت فرق جهد V عبر أنبوب التفريغ، فإن أقصى سرعة. طيب في علاقة بين الجهد والسرعة؟ في علاقة، اللي هو نص ام الكترون في تربيع بيساوي اي في. انا عايز في واحدة في طرف، يبقى ال في بيساوي 2 اي في على ام الكترون، وفي تربيع هاخد الجذر، اظن ده موجود يعني. يضاء سطح عدة مرات بمصادر ضوئية مختلفة لها نفس الشدة وعلى نفس البعد منه في كل مرة، فتكون شدة الإضاءة على سطح أكبر ما يمكن باستخدام مصباح. هو الفكرة كلها إن إحنا عندنا مصباح التنجستين مصباح عادي، فلورسنت مصباح عادي، النيو مصباح عادي، ده أكيد بيحافظ على شدته. إحنا عارفين الليزر أكبر شدة. عدة ملفات متماثلة، أو عاوز علاقة من ام في ماكس وان يعني، ان اي بي اوميجا، مفيش فيها حاجة. لطيف جدا، أسئلة يعني أسئلة سهلة ملة، مفيش فيها حاجة خالص يعني. الأمر إنه يهدينا. مش عارف ايه الجينات اللي طالعة دلوقتي دي. ايه ماشي يلا. الشكل مقابل 1 و2، عندي شكل 1 وشكل 2. بص كده نعمل شوية دراسة بسيطة على شكل 1. هلاقي إن كله ملون وفي بعض الأطوال الموجية ناقصة، فده معناه إن أنا عندي طيف مستمر قبل ما يجي على اللوح الفوتوغرافي مر الأول على غاز، والغاز ده غاز غير مثار، فالغاز ده هيمتص بعض الأطوال ويعدي الباقي. حلو. فاللي هيبان لي هنا كله منون ما عدا بعض الخطوط الناقصة اللي هي دي، خطوط ناقصة. عشان كده بسميها امتصاص خطي اللي هو طيف امتصاص لعنصر، يعني العنصر امتص بعض الأطوال الموجية وساب لي الإيه؟ وساب لي الباقي. لكن ده بقى لو الغاز المصار اللي غير مصار ده بقى مصار بقى اما امتص الأطوال الموجية بتاعته، هيبدأ يبعثها، فيبعثها ملونة بس والباقي مظلم. يعني اصلا اللوحة الفوتوغرافية مظلمة، فيبعثها ملونة والباقي مظلم. اتفقنا ولا؟ ماشي جميل جدا. فعشان كده ده اسمه انبعاث خطي، ده اسمه امتصاص خطي ضيف انبعاث عنصر ايا كان. فانا عايز شكل يعبر عن واحد بيعبر عن ايه؟ امتصاص، وشكل 2 يعبر عن انبعاث. الإجابة ج. السؤال اللي وراه سؤال 6 بيقول لك أنا عندي
في دائرة مكعبية موضحة بالشكل ده يخش التيار المصدر اللي هو التيار الكلي. عاوز اي داش. اي داش محتاج في محتاج في كلي وار كلي. طبعا ار كلي هنا بالنسبة لنا ممكن متبقاش ألطف حاجة لو حبينا نرقم عشان في أسلاك فاضية تبقى حاجة جميلة. ادي المدخل، ادي واحد مدخل التيار، اتنين 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 تلاتة. يبقى المقاومة دي محصورة بين واحد واتنين، ودي محصورة بين واحد واتنين، دول توازي. ودي محصورة بين اتنين وتلاتة، ودي محصورة بين اتنين وتلاتة، دول توازي وكلهم توالي مع بعض. يبقى ستة وأربعة وستة وأربعة، خمسة كله توتال. يبقى الار داش بخمسة. طبعا ده كلام موثوق. معذرة حصل خطأ في المونتاج، يعني هو من ضمن الحسابات الحسابية اللي حصلت غلط في المقاومة المكافأة بسبب اعتمادي على مصادر غير موثوقة. المقاومة الكلية مش بخمسة، هي 4/8. ماشي. طيب في الحالة بقى احسب الاي بيساوي بقى ايه؟ 24 على 4/8. يا رب يكون مصادر موثوقة النوبة دي. ايوه 5. واو جبت التيار كله بخمسة تقريبا. حصل. ماشي اوكي مش مشكلة. في الشكل الموضح تكون نسبة القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك اكس بالنسبة للقوة المغناطيسية المؤثرة على السلك واي. السؤال ده عشان ليه قبل كده في بعض الامتحانات، ولكن بحكم ان هو امتحان جديد، بداية جديدة، صفحة جديدة، حياة جديدة، يلا بينا. ف هو الاف اكس بيساوي اف مغناطيسية عامة بيساوي ايه؟ بي اي ال. فالبي مين؟ البي اللي جاي من بره اللي هو جاي له من واي، فاقول ميو. طبعا بي سلك واحدة بي واي اي اكس ال. طب بس واحدة يبقى اف اكس بيساوي ميو اي واي على 2 باي دي في اي اكس في ال. ده اف اكس. طب واف واي نفس النظام، بي اللي جاي من اكس في اي واي في ال. انا بعمل كده عشان بس اعلمك ازاي بتيجي القوه، لكن هو المساله محسومه اصلا في النهايه اللي هي 1/1، ولكن بس انا اقول لك يعني ايه اللي هو بيتحسب ازاي، يعني المسائل ما بتجيش بالبساطه دي. في اي واي في ال يبقى يطلع ده ميو اي واي اي اكس في ال على 2 باي دي، وده ميو اي اكس اي واي يعني نفس الحاجه على 2 باي دي. يبقى القوه المتبادله بين سلكين متساويه. دول بين سلكين، يعني اكتر من سلكين ما ينفعش نتكلم بهذا المنطلق الفيزيائي، نفكر بقى بمنطلق غير فيزيائي. شعاع الليزر طوله الموجي لمدة اذا كان فرق المسار هو قانون واحد معفن بيقول لك ان فرق المسار بيساوي فرق الطور. ايه ده؟ فرق الطور يساوي فرق المسار في 2 باي على اللمدة. ده القانون بتاعنا. هو مديني فرق المسار بباي على اللمدة على 2، في ده يدينا في الاخر باي. ماشي. طيب استخدم ميكروسكوب الكتروني، يبقى استخدم شعاع الكترونات. اوكي. ومديني ايه؟ ابعاد الجسم لمدة. طبعا لازم نعرف معلومة مهمة، ان شرط التكبير ان يكون طول الموجة المستخدم مساويا او اصغر من ابعاد الجسم. مساوي او اصغر منه، اكبر منه لا. ده شرط التكبير، ده رقم واحد. رقم اتنين، الرأي ان انا قعدت كل مرة اقول كل امتحان اقول كل شو فيديو اقول خلي بالك الفرق بين لمدة الكترون ولمدة فوتون، لمدة الكترون لمدة فوتون. ركز كتير على النقطة دي عشان والله بنلعب بيها قوي. يبقى لمدة الكترون بيساوي اتش على جذر 2 اي في ام الكترون، والنبي المصدر يكون موثوق اكتر. بكام على الآلة يا صديقي او بأي حاجة؟ في هوير يعني قولي او مش كده 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 كده، فاهمة ايه يا اسطى؟ ماشي خير. خلي عندك كده تفكير، تدريب على اخر السنة. وميتر يتكون من جلفانومتر مقاومته ده ار جي. ينحرف مؤشر نهاية تدريجه عند مرور تيار شدته اي جي. دي نهاية التدريج بتاع الجهاز. للناس البصمجة اللي متعرفش حاجة في حياتها، مايكرو دفع 10 أس 6. وعمود كهربي قوته دفع كهربية في باتري 1.5. مهمة المقاومة الداخلية ومقاومة ثابتة ار سي، ومقاومة متغيرة ار في، متصلة جميعا على التوالي. ده أكيد يعني، ما هو أميتر بقى كده. فإن قيمة المقاومة الذي إذا وصلت بين طرفي الأميتر
انا عاوز احط مقاومة ار اكس يتفاعل اوميتر تجعل مؤشر منحرف الى الثلث. طبعا قانون الاوميتر بيقول لك ان الاي اكس على اي جي بيساوي ار اوميتر على ار اوميتر زائد ار اكس، فدي تلت بيساوي ار اوميتر على ار اوميتر زائد ار اكس. ولكن في ناس ممكن يحصل لها لبس بسيط قوي، وهو اخد ار اوميتر عباره عن 2300. لا غلط، ما هو في عندك ار في بس معلش هي بكام؟ ايوه بس هو اكيد ما يعني هو عارف، وعارف ان انت عارف ان الار كلي بيساوي الفي كلي على الاي كلي. نحسبها 1.5، 1.5 اللي هو في كلي على اي كلي 300 مايكرو سالب 6 5000 يا جحودك. يطلع الار كلي ب 5000، ده ار اوميتر على فكره. ومن هنا نستنبط ان الار في برقم مش حلو ب 2000 وشويه. المهم يعني يبقى ده تلت بيساوي ار اوميتر اللي هي 5000 على 5000 موجب ار اكس. يطلع معانا ار اكس بكام؟ ب10000. ماشي جميل اوي صح. الخاصية المشتركة بين الفوتون والإلكترون أين كلاهما؟ مم. ماشي اوكي تسلم شكرا. الخاصية المشتركة بين الفوتون والإلكترون كلاهما أن كلاهما يتأثر بالمجال الكهربي المغناطيسي. بص، هو شرط انك تتأثر بمجال كهربي او مغناطيسي لازم أن تكون مشحون، وده متوفر في الالكترون لكن مش متوفر في الفوتون لان الفوتون غير مشحون. يمكن تعجيله، ما هي نفس السبب العلمي. ما هو انا لو انت عندك شحنه انت مشحون ينفع اعجلك ينفع اسرعك، ده متوفر في الالكترون لكن ما اقدرش اعمل كده في الفوتون. له طبيعه مزدوجه، قال لي ايوه الفوتون هو موجه له خصائص جسيميه، والالكترون جسيم له خصائص موجيه. فاكيد نفس السرعه في الفراغ، لا ده بيتسرع براحتي وابطا عامه من الفوتون، وده بيتسرع هو سريع اصلا بمزاجه يعني سرعته ثابته، ما ينفعش اعجله يعني. في الشكل المقابل ملف مستطيل موضوع في فيد مغناطيسي متصل بكثافته ب، فبزيادة الزاوية سيتا المحصورة بين اتجاه خطوط الفيد المغناطيسي والعمودي على الملف حتى تصبح 90، يعني هذه الزاوية تصبح 90. فهنا الفيد المغناطيسي ركز قوي، أنا بسأل على الفيض، والفيض ده الزاوية بين الملف والمجال. هو بيقول لي الزاوية بين العمودي على الملف والمجال هتصبح 90، يبقى الزاوية بين الملف والمجال تصبح كام؟ زيرو، يبقى الفيض بزيرو، يقل هو حتى يصبح صفر أصلا. أوكي طيب، في الدائرة الكهربية المقابلة أي مفتاح تغلق ليضيء كل من مصباحين 1 و3 ولا يضيء مصباح 2. إيه الأنانية دي؟ يعني ليه؟ ماشي، أنا عاوز 1 يضيء وده ما يشتغلش، فأنا عايز أقفل المفاتيح وما يشتغلش، أقفل 2 و3، أقفل 2 و3 بس خلص، هيبقى سلك توازي مع مصباح فيتشال. طيب really؟ أوه، ويضيء مصباح 2. صح، بس ركز في حاجة مهمة أوي، لو قفلت 2 و3 فعلا مفيش حاجة هتشتغل أصلا خالص، لأن ده الأساسي ما اتقفلش. مش عارف ايه الذكاء المتسرع ده، سوري يا جماعة بجد سوري جدا. المفروض اقفل 1، ده اول، هقفل 1 واقفل 3. وقد وقعنا في الفخ، سوري خطأ علمي. اللي وراها وصلة دينامو تالت متردد مقاومته ماشي سي و2 سي. عاوز علاقة بين اي افكتيف و اف تربيع. طيب هو مبدئيا انا عاوز علاقة بين اي اصلا والاف، فاكتب الاي بيساوي في على اكس سي، والمعلوماتك تقول ان الفي ان اي بي اوميجا.
هو قال لي بس معلش ماشي ان ايه بي اوميجا على اكس سي اللي هو واحد على اوميجا سي. اوميجا تطلع فوق يبقى اي بتاع السي افكتيف او ماكس بقى عامة، والفرق بينهم 245 يعني. ان ايه بي اوميجا تربيع سي، يعني من الاخر اي طردي مع الاوميجا تربيع اللي هي اف تربيع. فلو انا كنت حاطط اي واف من غير تربيع كنت هبص على الرسم الف واتنين، لانه ما حطش تربيع، بس هو حاطط تربيع يبقى مش هبص غير على الرسمه ج ودال، دول ما ينفعش. طب ج ولا دال؟ هو بيقول لي مين فيهم اكبر تيار. هو بص اوكي نركز بس مع بعض كده. ايه علاقه نحسب التيار، يعني نشوف مين اكبر تيار. الفي ثابت صح؟ الفي ثابت، والاي بيساوي الفي على الاكس سي. هثبت الاف، يعني اخد نفس قيمه الاف، فالاقي ان قيمه الاي هنا صغيره وقيمه الاي هنا كبيره. نفس النظام برضو هنا هثبت الاف، هلاقي قيمه الاي بتاع واحد صغيره وقيمه الاي بتاع اتنين كبيره. ده حتى في الامتحان قبل كده. ايه علاقه الاي بالسي؟ الاي والسي طردي، يبقى الاكبر سي اكبر اي، عشان كده اتنين اكبر من واحد، فما ينفعش هنا اتنين تبقى صغيره، لازم اتنين تبقى كبيره. الاتنين اكبر من واحد. اوكي، فالاجابه ان شاء الله جيم، ان شاء الله جيم. العدد بالنظام العشري الذي يكافئ العدد بالنظام ايه ده ثنائي. فاكرين طبعا النظام العشري بيبدأ من صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. فلو مش فاكرين كده نفتكرها مع بعض بسرعة وبعد كده نرجع تاني. لو عندي مثلا رقم 22 ده رقم عشري عاوز احوله ثنائي، اقسم على 2 الناتج هنا والباقي هنا لو موجود. مفيش باقي بحط صفر، في نص بحط واحد. 22 على 2 فيها 11 الناتج او الباقي بصفر. 11 على 2 فيها الخمسة ونص. اوكي، 5 على 2 فيها الاتنين ونص. 2 على 2 فيها الواحد وصفر. 1 على 2 فيها الواحد. ده خلاص كده انت انتهيت. وده الشفرة بتاعتنا، دي الشفرة بتاعت 22 او الشفرة يعني كود 22. ده الكود الثنائي. عاوز احوله لعشر تاني ببدأ اضرب فيه، يعني هنا كده قسمت، لكن عشان احوله من ثنائي لعشري اضرب 0 1 1 0 1، اضرب في 2 اس صفر. بداية الارقام العشرية 2 اس صفر مش واحد. 2 اس واحد، 2 اس اتنين، 2 اس تلاتة، 2 اس اربعة. بعد كده ده بالنسبة لي صفر، ده بالنسبة لي اتنين، ده بالنسبة لي أربعة، ده بالنسبة لي صفر، ده بالنسبة لي 16 تقريبا. أجمع الأرقام دي كلها هيطلع معايا كام؟ 24، 22، 24 اهوت و22. أوكي. طيب بالنسبة للسؤال بتاعنا 1 1 1 1 مع 4 واحد بس. 4 ولا 5؟ 1 2 3 4. 4 واحد. نبدأ ب2 أس صفر، 2 أس واحد، 2 أس اتنين، 2 أس تلاتة. بالنسبة لنا ده واحد، ده اتنين، ده أربعة، وده تمانية، 10 15. أوكي. أسئلة سهلة أوي ولا إحنا اللي شاطرين ولا إيه الدنيا؟ ماشي أوكي تسلم. الشكل بين المقابل نفس العلاقة بين أقصى يعني ماشي. هو عايز واحد. بص على رسمة كده، النقطة دي اسمها نيو سي، ده تردد ساقط. طلع عندي كي اي بالإلكترون فولت. ماشي، وده عندي اي ورك باتنين الكترون فولت برضو. طبعا لو عوض بثابت يبقى لازم الوحدة تكون بجول. هستخدم ثوابت في التعويض، لازم الوحدة تكون بالجول. طب نسمي الله، بسم الله. الكي بيساوي ايه؟ اي ناقص اي ورك. ماشي. الكي اي بالنسبة لنا ده الكترون فولت، عشان احول للجول من الكترون فولت للجول اضرب في الاي، او ماشي اضرب في الاي.
وده بالإلكترون فولت برضو موجود معايا، أضرب في الإي، وده اتش نيو. يبقى ده 2 في الإي يساوي اتش نيو 1 ناقص 2 في الإي برضو، بس يبقى اتش نيو بيساوي 4 إي. هيطلع معانا بعد حسابات إن شاء الله باء. جالفانو أقصى ماشي، يعني هو عاوز إيه؟ عاوز أقصى شدة تيار يقيسه الجالفانو، عاوز اي جي. لمعلوماتك المتواضعة يقولك ان الار ام بتساوي في ناقص في جي على اي جي، بس مش ده المرسوم، احنا بنحط صاد لوحده في طرف. يبقى في ناقص في جي بيساوي اي جي ار ام. اشطب على المرسوم، يبقى الميل هو اصلا اي جي، يبقى الميل بيساوي 15 على 600 فيها كام؟ ماشي، مسألة مباشرة جدا يعني. يوضح الشكلان التاليان مكونان دائرات في حالة رنين ترددهما اف و2 اف على الترتيب. ده ترددها اف وده ترددها 2 اف. فانا عايز النسبة بين معوقة الدائرتين في الحالتين. هو بحكم انها حالة رنين فالمعوقة زد بيساوي ار، وبالتالي اتنين مساويين، يعني زد بيساوي ار زد بيساوي ار، يعني 1/1. ده بجد؟ ماشي. لا 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 لا. هنا عندي ترانزستور ده اسمه في سي. ده ترانزستور ده اسمه الجودي ده اسمه في سي، وده اسمه في سي اي، ده جودة الخارجة عامة. المهم ان دول عكس بعض، لان الفي سي سي يساوي في سي موجب في سي اي، فده ثابت. ده لو زاد ده يقل، سوري، ده اللي بيحصل الاول، ده لو زاد ده يقل، يعني ده بيحصل الاول ثم ده، ما بيحصلش العكس يعني ده تابع لده، هما عكس بعض. ده لو زاد ده يقل، ده لو قل ده يزيد كده يعني. وده معتمد في شغله على اللي داخل هنا، التيار ده، التيار اللي داخل من اي بي. فاي بي لو زاد الفي سي يزيد لانه عنده اي سي، في علاقه بينهم اللي هو البيتا يساوي اي سي على اي بي، فالبيتا ثابته، وبالتالي لو زودت الاي بي هيزيد الاي سي. فترتيب الاحداث اللي حصلت او اللي بتحصل، ده بيتغير الاول ثم ده يتغير ثم ده يتغير. ماشي، ده يزيد ده يزيد ده يقل، ده يقل ده يقل ده يزيد. اوكي طيب، هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت حضرتك ذلك الريوستات من اكس الى واي، من اكس الى واي، يبقى كده هيبقى هنا، يبقى كده المقاومه تقل، فده يزداد، ومن ده يزداد ده يزداد، من ده يزداد ده يقل، فالفي واحد يزداد وفي 2 يقل. اوكي، بالنسبة فاضل كام؟ فاضل صفحتين بس، 10 أسئلة. في الليزر هيليوم نيون عند تشغيل مصدر طاقة يحدث اسكان معكوس ذات النيون بسبب بيحصل اسكان معكوس. بص، هو احنا شرحناها قبل كده في فيديوهات كتير قوي، خاصة في الامتحان اللي فات يعني. ترتيب الأحداث: تفريغ كهربي، إثارة هيليوم، تصادم غير مرن، ضخ، وبعد كده إثارة نيون، وبعد كده إسكان معكوس، بعد كده انبعاث تلقائي أول مرة، بعد كده بتطلع فوتونات بتتحرك في محور أنبوبة، بعد كده نفس الخطوات اللي هو تفريغ كهربي، إثارة هيليوم، تصادم مش عارف ايه، لحد إسكان معكوس تاني مرة، ثم يحصل بعدها انبعاث مستحث، ثم يحصل بعدها تضخيم. فالمهم إسكان معكوس بيحصل للنيون بسبب إنه اتصدم مع الهيليوم. صدام ذرات الهيليوم غير مثارة، لا، تصادم ذرات النيون مع جدران أنبوبة، لا، انكسر فوتونات الليزر، لا، مفيش غير دي. هو تراكم عشان عنده فترة عمر طويلة شوية، يعني بيحصل تراكم فوق. برضه دي من أسباب إسكان معكوس، إن كله قاعد فوق فترة طويلة. ماشي، بس هو عشان يحصل إسكان معكوس لازم يصار، وعشان يصار لازم ينصطم مع الهيليوم المصار، مش الهيليوم غير المصار يعني، ده غير مصار. دائرة كهربية تكون من مصدر كهربي في مهمل المقاومة الداخلية وعدة مصابيح كهربية متماثلة متصلة معا على التوازي، بحيث يستهلك كل منها قدرة 100 واط. فإذا كانت شدة التيار المر ب 15 أمبير فإن عدد المصابيح
هو السؤال بس يطرح نفسه، الباور بتحس التوالي ولا توازي؟ الباور دايما جمع، دائما جمع. يعني مصباح توالي، توازي، توالي، توالي، توازي، لا توالي ولا توازي، اي حاجه في الدايره فيها ار فبتستهلك باور، فالباور بتاعتهم بيتجمعوا كلهم، لان الطاقه الكليه ثابته يعني. الطاقه المعطيه تساوي الطاقه المستهلكه. فانا بديني مين اللي بيديني طاقه؟ بيديني طاقه الاي والفي. اوكي، الاي والفي، في والاي يديك باور، يبقى الباور بيساوي الاي في الفي. عندي 15 في 120 يدينا 18000. فكده الباور كلي ب 18000 ادانا كده. يا صديقي اداك 18 ومعاك الباور واحد ب100، يبقى العدد ب 18 مصباح. نقسم ده على ده. اميتر مقاومة الجلفان الموجود به ار جي عند توصيل الاميتر في دائرة يمر 2% من التيار الكلي خلال الجلفانو. دي معناها ايه بقى؟ معناها ان الاي جي بيساوي 2 على 100 من الاي اميتر، بيمر في الاي جي 2% بس. وبالتالي كده اي جي على اي اميتر، اقسم على اي اميتر، يبقى اي جي على اي اميتر بيساوي 2 على 100 بيساوي ار اس على ار اس بلس ار جي. شوية رياضة بقى بربع جنيه كده، هيطلع معانا جي. بيقول لي انا عاوز اكبر قوة دفع كهربية مستحثة. هو الاي ام اف بتساوي ايه؟ ان دلتا فاي على الدلتا تي. فالاي ام اف بتتناسب مع ايه؟ بتتناسب مع دلتا فاي دلتا تي. دلتا فاي اللي هي فرق، فهنا هتلاقي دلتا فاي بكام؟ عد بقى. صح. اوكي ثانك يو. عد بقى. وهنا هنا. ده عامة مفيش فيها دلتا فاي اصلا لان الفاي ثابتة. المرحلة دي كده فيها دلتا فاي بكام؟ دلتا باتنين فاي على 2 تي، يعني المرحلة دي بواحد. المرحلة دي كده فيها 3 على الزمن بواحد، يعني دي 3. المرحلة دي كده فيها كام؟ 1 2 3 4 5. 5 على زمن كام؟ 1 2. 5 على 2 فيها 2.5. يبقى أكبر مرحلة هي اي بي. ماشي. اللهم صل على محمد. دي شكل دايرة الرنين، تبقى طالع كده اكس ال، نازل كده اكس سي، ماشي كده ار، ماشي كده زد، وماشي كده اي. دي الرنين بتاعي، ده اي رنين، ده اف رنين. بيقول بقى ايه؟ فانه يمكن زياده اقصى تيار. زياده اقصى تيار ما تلعبش لا في الاف ولا في ال ولا في السي، لان لو لعبت في حاجه من دول هتبوظ الرنين. يعني اي حاجه في دول تبوظ الرنين. وطبعا انتوا عارفين حاله الرنين، حاله الرنين في كام نقطه كده بتحفظهم، كن حافظهم صم. اوكي. فاكيد مش هلعب في الاف ولا في السي ولا في ال. تقليل المقاومه، لو قللت المقاومه التيار يزيد عادي جدا، او ازود الجهد. ملف دائري قطره ده 2 ار بيمر بيه تيار، فكان كثافة الفيض بي دائري بي وبقيت لفاته بانتظام عن بعضها عن امتداد محور ليصبح ملفا لولبيا نفس الاي، فاصبح كثافة الفيض عند منتصف طوله تلت بي فإن طول الملف. لمعلوماتك المتواضعة يقول لك ان البي دائري ميو ان اي على 2 ار ل 24. بي لولبي اللي هو قال لي تلت بي دائري بيساوي ميو ان اي على ال. فممكن اشيل بي دائري ده اللي هو بي ده واحط مكانه ده. ماشي. يبقى عندي تلت ميو ان اي على 24 بيساوي ميو ان اي على ال. طاروا مع بعض. 24 في 3 بكام؟ برقم لا يقرأ ولا يفهم، بس اعتقد ان 64 يعني. صح؟ 72 صح؟ 72. تعتزم مصر بناء محطة نووية كاملة في منطقة الضبعة شمال البلاد، تتكون من 4 وحدات وقدرة الوحدة الواحدة 1200 ميجا وات. ميجا معناها مليون، يعني 10 أس 6، بدأ 10 أس 6.
يبقى ماشي، دي مهمة اهو. فتكون القيمة التقريبية لكتلة المادة المشعة من المحطة ومتحولة بالكامل في الثانية الواحدة من الطاقة دوت. لو سمح محمد قال لي 4 وحدات طاقة. ماشي، فكده القانون فيه كتلة وقدرة. قانون واحد في الحديثة بيقول لك إن الإي توتال يساوي إن في الإي بيساوي باور في التي. حلو. هو قال لي مش حاضر، ده قانون. في قانون تاني يقول لك إن الإي بيساوي ام سي تربيع بيساوي، بس كفاية. وده الطاقة بتاع وحدة واحدة أو بتاع الأربع وحدات، يعني 4 وحدة طاقة يساوي ام في سي تربيع. ومحتاج ام عامة، محتاج كتلة، ومديني الطاقة ب1200 ميجا وات، يبقى 4 في 1200 في 10 أس 6 بيساوي ام سي تربيع، يبقى ام على سي تربيع على طول، يبقى ام بيساوي د. ماشي. اي ام اف 2 ودلتا دلتا تي. ام اف 2 ب6/10، دلتا دلتا تي ب12. فاي ام اف على دلتا اي يديني ايه؟ قانون اي ام اف بيساوي ام دلتا اي على دلتا تي، انه قال لي حث متبادل. ماشي، حث متبادل. فخلصت الحكاية، اقسم ده على ده يديني كام على كام؟ 12 على، ماشي. وفق نموذج بور، إذا كانت الطاقة اللازمة لنزع إلكترون من مستوى الطاقة الأول من ذرة الهيدروجين هي إي واحد، فهي الطاقة اللازمة لنزع إلكترون من مستوى الطاقة الثاني للنزع. بص كلمة نزع دي يعني إيه؟ اللي هو يطلع ما لا نهاية. ماشي. فالأول طاقته 13.6 على 1 تربيع، التاني 13.6 على 2 تربيع، يعني من الآخر ربع الأولاني. ماشي، هو يطلع ما لا نهاية لحد بربع الأولاني على طول. او ممكن بقى تحسبها واحده واحده، يعني انا حاسس ان الموضوع بالنسبه لك ممكن يكون مبهم، فممكن تشتغل خطوات. هو كلمه نزع دي تاني، نطلع اي ما لا نهايه ناقص اي مستوى يديك دلتا اي، فدلتا اي بيساوي اي مستوى على طول. هنا دلتا اي برضو بيساوي اي ما لا نهايه ناقص اي مستوى. سهله. هنا عندي محولات، المحول شغال على حث متبادل، فعشان كده ما ينفعش يشتغل مع مصدر مستمر، ما ينفعش خالص، لازم يشتغل مع مصدر متردد. وقال لي ان واتنين ان عدد لفاتهم. هو عايز رافع، اكبر جهد فعال عاوز رافع. طيب ده خافض وده رافع، فده هنا بيقول لي انا عايز قيمة، عاوز اي وار، عاوز اي دي وار دي. بص هو هنا 2 امبير ماشيين هنا اهو، بص ماشيين كده، هو 3 امبير داخلين على النقطة دي، 3 داخلين 2 خارجين، بقينا 1، يبقى ده 1 امبير. هنلف المسار ده كده، نحط اشاراتنا الاول، ادي موجب وسالب عشان التيار، وهنا موجب وسالب. يلا بينا. اي في ار ناقص 10 موجب 2 ار بيساوي 0، مسار مغلق كامل. يبقى بالتالي كده معانا 3 اي ار يساوي 10، يبقى الار بيساوي كام؟ 3.3، يبقى الاي ب1 والار ب3.3. اوكي، ده 1 وده 2 3، حسبنا صح ولا غلط؟ هنا سالب اي ار، سوري، سالب اي ار، يبقى 2 ار، يبقى الار بيساوي 5. يا لهوي، الموضوع محزن. كيرشوف ديت اشاره تضيع لك المساله كلها. في الشكل المقابل سلك فيه 10 امبير، هنا 10 امبير، بيطلع الناحية دي اكسات والناحية دي نقط، فهنا جمع وهنا طرح. محطوط في مجال مغناطيسي متصل كثافته ب خارجي ب2 في 10 أس 5،
عايز النقطة تنعدم عندها، هتنعدم يبقى بي واحد بيساوي بي اتنين، يبقى بي سلك بيساوي بي خارجي. المفروض ان بي خارجي معانا، محتاجين بي سلك بس بكام؟ وبي سلك محتاج ميو اي على 2 باي دي، واحنا مش عارفين انهي دي، بس لازم نتفق اتفاق. هو اكيد هتنعدم في منطقة الطرح اللي هو الناحية دي، يعني الناتج عندنا يا ايه يا بي، مش هينفع نبص على دول. فاقول خلاص المفروض بي خارجي بيساوي بي سلك ميو في 10 على 2 باي الدي، انا معرفهاش. احسب الدي وحسابات وروايات، تطلع معانا الدي بكام؟ يطلع معانا الدي ب 10 سنتي. شوف كده بكام، تطلع ب10. ماشي 10 سنتي على طول. قلب المحول الكهربي عبارة عن شرائح رقيقة معزولة علشان أقلل التيار الدوامية، إن أنا أزود المقاومة. يعني شرائح معزولة زيادة الار فتقل الإيه؟ تقل الار. بس كده. نخش على السلام بدرجتين. بسم الله. بسم الله. ففي عندنا هناك في اختبار 25 تقريبا 7 اسئله ما حلناهمش، السؤال بدرجتين غير المقالي طبعا، فاكيد هنرجع نحلهم. ما كانش الفيديو ده، يكون في الفيديو اللي وراه، بس ان شاء الله يكون في الفيديو ده عشان ايه يبقى مره واحده. بيقول ساق معدنيه مصمطه اسطوانيه الشكل منتظمه المقطع ونصف قطرها نصف قطر مقطعها ار، طولها ال، مقاومتها الكهربيه ار. إذا تم تفريغ الساق من الداخل لتصبح مجوفة وسمك جدارها نص ار، فإن مقاومتها تصبح. طيب صلي بنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. الفكرة إن مسألة نسب، وهو عايز الناتج بدالة الار، وبيعوز كتير قوي 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 من النوع ده في المسائل. ماشي، بيعوز من نوع بيعوز من النسب دي كتير قوي. ففي النسب ديت انا بحل المساله بطريقه الجي اللي انا قلت لكم عليها، هي رياضه ليس الا، فنركز واحده واحده. بسم الله. هو قال لي ان الساق مصمطه اهيت، صح؟ اهي نصف قطرها ار ومقاومتها ار، طولها ال، فانا اكتب الار بتساوي رو اي في ال على الاي. ماشي كده، دي الحاله اللي هو عندي. انا عايز الناتج بداله الار عامه، فنركز واحده واحده. تم تفريغها، ادي الساق وفضيتها من النص كده، فالحته دي بس اللي فيها ايه، زي جنيه مخروم كده. ماشي، هو قال لي يصبح، دي مش شغال، يصبح ايه بقى؟ سمك الجدار نص ار، الحته دي بنص ار، يبقى الحته دي بكام برضك؟ نص ار برضك. ما هو خلي بالك هي كانت كلها كده، دي مش فلسفه فيزياء، دي تفكير شخصي يعني بتاعتك انت. ده ار، فانا خدت نص ار بس كده، وكده نص ار. طيب يبقى المقاومه في الحاله الثانيه عباره عن ايه؟ رو اي في ال على الاي، بس انهي ايه؟ ايه كبيره ناقص ايه تجويف، عشان اجيب الحته دي بالظبط. هجيب مساحه الكبيره كلها، مساحه التجويف اطرحهم من بعض يديني الحته اللي مليانه. ايه ناقص ايه مش نصف قطر ناقص نصف قطر، ركز قوي عشان النقطه دي مهمه قوي قوي قوي. يبقى ادي رو اي في ال على ايه كبيره اللي هي باي ار تربيع كبيره اللي هي ار تربيع، ناقص باي ار تربيع، هاخد الباي عن مشترك كرياضه يعني، يبقى نص تربيع اللي هو ربع ار تربيع. اوكي طيب نكمل يا اصدقائي، نكمل. بسم الله. ادي الرو اي في ال على واحد ناقص ربع بتلات ارباع، يبقى تلات ارباع اي اللي هي تلات ارباع باي ار تربيع اللي هي تلات ارباع اي. يبقى كده الاربعه تطلع فوق، ده رياضه انا بعمل ده كله رياضه يعني، عشان بس الناس اللي ايه ار في الحاله التانيه بيساوي رو اي في ال على الاربعه تطلع فوق، يبقى اربعه هنا اهي، الاربعه تطلع فوق. وادي ايه، مش ده هو قيمة الار؟ اوكي، يبقى يصبح كام؟ 4/3 ار. خلصنا يا عم، خلصنا الحمد لله. بس في حاجة وحشة تانية، هو يقول لي تزداد بمقدار قد ايه؟ تزداد الى ولا تزداد بمقدار؟
هو عامة هي أصبحت 4/3، فعشان نعرف مقدار الزيادة مقدار النقصان دي في النسب، مقدار الزيادة اللي هو دلتا ار عبارة عن R2 ماينس R1، اللي هو 4/3 R ناقص R يديك تلت R، يبقى كده زادت تلت R. أظن كده الفكرة وصلت، لطيفة وهي رياضة بحت يعني مش فيزياء، وما أظنش إنها موضوع امتحان، ولكن ممكن تكون موضوع امتحانات أو حاجة شبه كده. دي تصنف إنها مسألة نسب مش مسألة منهج فيزياء. دائرة كهربية، دائرة متردد تتكون من مصدر متردد ومقاومة R ومكثف مفاعلته السعوية اكس سي بكذا ومتصل جميعا على التوالي، فكانت زاوية الطول بين الجهد الكلي والتيار سيتا واحد. اوكي. فإذا تم تغيير المكثف الملف حس مفاعلته الحسية اكس ال 2 بتاتا ار ومقاومة أومية مهمة، أصبح زاوية الطول بين الجهد الكلي والتيار سيتا 2، فإن كام؟ طيب هو مبدئيا لازم نبقى عارفين ان انا شرحت الكلام ده كتير قوي في الفيديو اللي قبل كده، اللي هو الامتحان اللي قبل كده، اللي هو حته زاويه الطول. فعشان نتكلم تاني بقى، انتوا عارفينها ان التان سيتا في الاختبار اللي قبل كده، ارجعوا له بقى. تان سيتا واحد او في الحاله الاولى بيساوي اكس سي على ار، واللي هو بتساوي سبحان الله تاتا ار على ار. جبت منين تاتا ار؟ هو قال لي اكس بيساوي تاتا ار، يعني شيفت كان سيتا واحد شيفت تان تلاتة يدينا 71، يبقى سيتا واحد بيساوي 71 علامة 5 6. فبسم الله سيتا واحد تطلع معانا ب 71 وشوية. إذا تم تغيير المكثف في ملف حس نفس النظام اكس ال 2 بتاتا ار. بص هو عامة مفيش فرق، عامة هيطلع برضه تان سيتا بيساوي تان سيتا 2 بيساوي برضه ايه اكس ال على ار اللي هو بيساوي 3 على 1، يطلع برضه كام؟ 71 وشوية. امال ايه الفرق؟ الفرق ان دي بتاع مكثف، دي بتاع مكثف، يعني المكثف بيتاخر بالسالب. دي شرحتها في فيديو الفصل الرابع اللي لسه هينزل او يعتبر نزل تقريبا. شرحت فيه اللي هي زد كامله وامتى الزوايا باخدها والحاجات دي كلها، فشرحت فيها كل التريكات دي عامه يعني. فدي بسالب، يعني سيتا واحد دي سالبه وسيتا اتنين دي موجبه، والاتنين متساويين في المقدار، ولكن سيتا اتنين بيساوي سالب سيتا واحد. اوكي، لان مفيش فيه حاجه، يعني المساله عبيطه قوي، ضربتنا على الفاضي. مغناطيس موضوع على عربة تركت حرة لتنزلق على مسار منحنى أملس من نقطة واحد إلى نقطة 2، تتحرك من 1 لحد 2. عبر ملف الأولى يتصل طرفاه بمقاومة أومية R كما بالشكل المقابل، فإن التيار المار بالمقاومة R يكون، أنا عايز التيار المار بالمقاومة R، أيوه يكون إيه اللي يحصل؟ طيب خلينا نشوف كده. هي داخلة هنا ب N، يبقى هتقابل هنا N وهنا S. أكيد شفتوا الفيديو بتاع ال N وال S. أوكي، فطبعا هتلاقي التيار إيه؟ طالع كده، مش عارف يعني المفروض انه نازل وطالع كده ونازل طالع كده ونازل كده، ماشي كده ماشي. بعد كده العربة تبقى واقفة هنا كده، فده اس بيخرج، فولدين عشان يشدها ايه؟ ان و اس، فكده متغير الاتجاه، متغير الاتجاه ده ما ينفعش وده ما ينفعش. ثابت القيمة. بص هو الفكرة ان التيار ده او ال EMF او التجربة دي عامة اسمها EMF متوسطة، يعني هي مش قيمة واحدة، هي قيمة متوسطة بتبقى ليها لحظيات كتير، وعشان كده قيمتها بتبقى متغيرة مش ثابتة، لأن ال EMF اللي احنا بنحسبه اللي هو N دلتا فاي على دلتا تي بتبقى EMF متوسط الآية، يعني اللي هو افريج. اوكي، ايوه اتقلب. السؤال 36 بيقول لك الدائرة الكهربائية موضحة بالشكل تحتوي على بطاريتين في واحد وفي اتنين متصلين زي بعض، يعني بيمشوا التيار مع بعض، اتنين تفريغ يعني، لهم نفس القوة دفع الكهربية، واخد بالك انت، ولهما نفس المقاومة الداخلية. لا سوري، والمقاومة الداخلية الاتنين أكبر من المقاومة الداخلية الواحد، يعني R2 أكبر من R1. فهي الأشكال تانية مثل الموضوع ده. طيب
هو مبدئيا عشان نفهم الرسم البياني فلازم نفتكر حاجة، وطبعا زي ما قلت لك في فيديو خاص بالرسم البياني عشان تفهم كله، يعني تحس ان السؤال مبهم بالنسبة لك، ولكن هحاول تفهم ان الفي بيساوي الفي باتري ناقص الاي ار. دي المعادلة بتاع اي فولتمتر فيهم لان الاتنين بيفرغوا. ده الصادات اللي هو الفي، ده السينات اللي هو الاي، سوري الاي، الجزء المقطوع من الصاد اللي هو في باتري، والاتنين متساويين عنده، فعشان كده الاتنين هيبدأوا من نفس الجزء المقطوع من الصاد، لكن ده واحد أكبر شوية وهنا واحد أكبر شوية، بادئ من في باتري مختلفة عن اتنين، فده مش هينفع نبص عليه. عندنا ألف أو ت. طيب هو قال لي الميل في من المعادلة، الميل بيساوي إيه؟ ار سمول، سالب ار سمول يعني، بس هو ار سمول. فالأكبر ميل أكبر ار، مين فيهم أكبر ميل؟ عامة الأكبر ميل اللي هو قريب من الزاوية 90، يعني المنفرجة قوي لا، الحد قوي لا، القريب من زاوية 90 بيكون ميل كبير، يعني الزاوية تكون كبيرة شوية. فمين في دول يا عم؟ قال لي ده زاوية منفرجة قوي، ايوه، وده زاوية قريبة من الحد شوية، فده ميله اكبر من واحد، من اتنين اكبر من واحد. تريكات الرسم البياني دي مهمة قوي قوي قوي، بطريقة يعني هو تلاقي الامتحان كله تغلط على حاجة مالهاش علاقة بالفيزياء مع انك فاهم المادة كويس. فان شاء الله في فيديو رسم بياني راعي كويس قوي ان ازاي نحل عليه. هحاول اجمع الافكار دي كلها في برضه. في الدائرة الكهربائية موضحة بالشكل تكون النسبة بين معوقة الدائرة عند غلق المفتاح كي واحد ومعوقة الدائرة عند غلق المفتاح كي اتنين. قبل كده زد في حالة غلق كي واحد، لما اقفل كي واحد هيبقى كده عندي 20 و20 توازي ب10، يبقى اكس ال الكلية ب10، والاكس سي ب40، والار ب40، وبالتالي الزد بيساوي شرحناها ماشي ار تربيع موجب اكس ال ناقص الاكس سي الكل تربيع، يعني 10 ناقص 40 الكل تربيع، 50 عامة. يبقى زد واحد ب50 ماشي، زد واحد ب50. زد اتنين لسه هنشوف، هقفل كي اتنين فقط، يبقى يصبح معايا 40 و40 توازي ب20. وده بقى مفتوح، ف20 ناقص 20، او هنحسب زد بيساوي جذر التربيعي ار تربيع 40 تربيع موجب اكس ال اللي هي ب20، 20 في الحالة دي طبعا، ناقص اكس سي في الحالة دي ب20 الكل تربيع بصفر يعني، يبقى زد بيساوي 40، الزد في الحالة التانية بيساوي 40. نقسم بقى زد واحد على زد اتنين، 50 تقسيم 40، 5/4 ماشي. إذا كان زمن وصول، زمن الوصول ده أنا شرحته في فيديو الاختبار 22، شرحته بتفاصيله، فنركز تاني كده، أنا حلو أساسا شرحه مرة. بيقول لي إذا كان زمن وصول التيار المتردد في الدينامو من الصفر إلى القمة الفاعلة المرة الأولى هو 9 مللي ثانية، فلزمن وصوله من الصفر إلى نصف القمة العظمى المرة الأولى يساوي كام؟ بص هو منطقيا لازم نعرف زمن العظمى. الفعال عند زاوية كام؟ 45. فطبعا نرجع تاني للسؤال، بيقول لك اذا كان زمن وصول، اما قلت لك قبل كده مش هحتاج في الفيديو بتاعها اللي هو اختبار قلنا كام؟ كان 22 لما اذكر. الفكره تاني بسرعه، انت بتقوم راسم نص دوره او حسب ما هو عايز، ولازم أنت تعرف معلومه ان الثيتا بيساوي اوميجا تي، واحنا عرفناها قبل كده من فيديو بتاع اي ام اف افريج متوسطه، الثيتا بيساوي اوميجا تي، والتي كده صارت مع الثيتا. فلما بيقول لي خد زمن 9 لحد ما وصل للفعالة أول مرة، يعني وصل ل45. الفعالة تاني مرة يعني كام 45 135، دي الفعالة تاني مرة، يعني لو خد زمن من هنا لحد هنا هيبقى اللي هو الفعالة للمرة الثانية. الفعالة السالبة الأولى تحت اهي ماشي،
الحاسبة الأولى تحت عندي 225 تقريبا على ما أذكر، 225 مش عارف تقريبا، دي 180 دي 225 صح. ايه الفكرة؟ مش موضوعنا عامة. الفكرة ان هو انا الف مسألة وصل من الصفر لحد الفعالة الاولى 9 ثواني 9 ملي ثانية، فهيستغرق زمن من العظمى من الصفر لحد العظمى كام؟ اللي هو لحد زاوية 90 ضعف ال 45، يعني هياخدها كام؟ 18 ملي ثانية اللي هو زمن كله 18 ملي ثانية. هو بقى عايز زمن وصوله لنصف العظمى، زمن نصف العظمى اللي هي مش نص المنحنى، النصف العظمى اللي هي ساين كام بنص، اللي هي ساين 30. فانا عاوز زمن وصوله لنصف العظمى اللي هو ساين 30. اوبس الفيديو باظ خالص، انا كنت عامل بتاع باظ كده ليه؟ ايوه كان بيسجل بالطول، كان بيسجل بالطول، مش مشكلة عادي عادي. نكمل بس الاول السؤال وبعد كده نكمل. يبقى كده زمن وصوله الى نصف العظمى هو ساين 30. يبقى قسم ال 18 دول على 3، ساين 30 اللي هو عند الزاوية 30 وكله 90، فنقسمه على 3 يبقى زمن وصوله لحد كام؟ لحد ساين 30 فيها 6 يعني 18 على 3 فيها 6. طيب نفس المسألة عشان بس انا هقطع الفيديو لان اوكي بسبب ان الصورة بس صورت غلط. نرجع تاني. بيقول لي اذا كان زمن وصول التيار المتردد الناتج من الدائرة من الصفر الى القيمة الفعالة المرة الأولى 9 ملي ثانية، زي ما اتفقنا ان احنا لازم نرسم المنحنى اللي هو نص دورة كاملة على حسب ما هو عايز. فطبعا الحتة ديت اسمها الفعالة الأولى اللي هي زاوية 45، دي العظمى الموجبة الأولى، دي الفعالة الموجبة الثانية، دي الفعالة السالبة الأولى، دي الفعالة السالبة الثانية، دي نصف العظمى، دي العظمى السالبة الأولى. نفس النظام برضه في نصف العظمى عند ساين 30، دي نصف عظمى موجبة أولى، نصف عظمى موجبة ثانية، نصف عظمى سالبة أولى، نصف عظمى سالبة ثانية وهكذا. طيب بيكون عند زوايا كام بقى؟ زوايا انت بتحسبها يعني أول حاجة أول فعالة 45، تاني فعالة 135، تالت فعالة 225، رابع فعالة مش عارف بكام، مش مهم يعني مش وقته. خلي بالك برضو معلومة مهمة ان الثيتا طردي مع التي، الثيتا طردي مع التي. فانا خدت زمن من الصفر لحد ال 45، هو قال لي كده لحد الفعالة زاوية 45 خدت زمن 9. فزمن وصوله من الصفر لحد العظمى ضعف ده اللي هو 18، ما هو 9 يبقى التاني ضعفه 18. اوكي كده زمن وصوله للعظمى. هو عاوز زمن وصوله نصف العظمى اللي هي عند ساين 30، فانا هقسم ال 90 دي 3 تلاتينات، يعني الزمن بتاعها هقسمه 3 حتت، فدي تاخد لها 30 30 30. طبعا في قانون تاني بيتحل بيه الموضوع ده، قانون استنتاجي لذيذ جدا، ولكن انا ما بحبش ان انا اوقف مخك على حته قانون خالص. انا عاوزك تفكر بكل حريه، ايا كان نوع السؤال اللي هيجيلك فانت تفكر بكل حريه لكن ما تبقاش مربوط بقانون. اوكي فعشان كده الناتج بتاعنا هيبقى 6 ملي ثانيه. السؤال اللي وراه بيقول لك بسم الله. يمثل شكل مقابل ملف المستطيل يمر به تيار كهربي إلى خارج الصفحة عند نقطة B. التيار بيطلع هنا يعني نقطة، هنا كده نقطة، خليك باين بقى، أيوه هنا التيار نقطة وهنا التيار إيه؟ إكس داخل يعني. ده كأنه ملف لولبي، سوري ملف مستطيل. أنا هحاول أرسمه بطريقة ألطف شوية. أرسمه إزاي؟ مش فارقة. المهم يعني أنت عندك ملف مستطيل بالشكل ده كده، هو ده ملف مستطيل أهو، في تيار خارج من هنا وداخل هنا، ضد العين، ده ضلع اللي هو الطويل ده ضلع وده ضلع. حلو. فالتيار خارج من هنا وداخل من هنا، فانت شايف عامه العرض بس ده الموضوع يعني عشان تتخيلوا اكتر، لكن هو مش موضوع قوي. بيقول لي بقى ايه وانا داخل صفحه عند نقطه ار، تمام. فاذا كان طول ضلع الملف بي ار، طول ضلع العرض يعني يساوي 10 سنتي،
يعني الحتة دي كده ب10 سنتي. فإن النسبة بين مقدار عزم الازدواج المغناطيسي المؤثر على الملف في هذا الوضع، اللي هو في الوضع ده، يصنع زاوية، والقيمة العظمى تاو ماكس اللي هو عند ساين 90. طبعا التاو بيكون عظمى ما يكون موازي، وصفر ما يكون عمودي، والزاوية بتاع التاو أي حاجة غير الملف والمكان. فمبدئيا في مكان الزاوية 1 ولا 2؟ عندي 2، لأن 1 بين الملف والمجال، فدي مش زاويتنا، احنا هناخد زاوية 2، واحنا هناخد ساين سيتا، والساين بيساوي مقابل على وتر، مقابل اللي هو 5 على الوتر اللي هو 10. يبقى والله هقول في هذا الوضع اللي هو تاو 1 على تاو ماكس بيساوي ساين سيتا، اللي هو ساين سيتا اللي هو بيصنعها على 90، تاو ماكس 90. ماشي. يبقى ساين سيتا بالنسبة لنا مقابل على ايه؟ مقابل على وتر 5 على 10 فيها نص. ماشي. إذا كان فرق الجهد بين المصعد والمهبط في أنبوب الكوليدج يساوي V، فإن أقصى سرعة يكتسبها الإلكترون وأقل طول موجي مينيمم اللي هو مستمر. طبعا لازم نراعي نقطة مهمة، أنا عندي لمدة فوتون وأشرت الموضوع ده كتير قوي. مش فاكر أنا قلت لكم في فيديوهات حل ولا لأ، ولكن قلته كتير في السنتر. لمدة فوتون أشعة إكس اتش سي على إي في. ماشي. لكن بالنسبة للسرعة فأقول الكي إي بيساوي نص ام في تربيع بيساوي اي في الفي، يعني نص ام الكترون في تربيع بيساوي اي في الفي. حافظ قوانين هتحل، مش حافظ قوانين مش هتحل، ولكن تكون عارف محتوى القانون جه منين اصلا، ده المهم. فعلين دايما معايا، انا عايز اصلا اتش سي على اي في بقى، خلاص عوض انت عشان ما تضيعش وقت. وهنا السرعة هنجيبها منين؟ نفس النظام برضك، ده معانا وده معانا وده معانا برضك عشان ما نضيعش وقت، فده القوانين. اوكي. النواتج هتكون كام بس عشان ايه؟ ماشي. اوكي. مجموعة بوابات منطقية لها مدخلان A و B مختلفة الجهد، يعني واحد زيرو والتاني واحد، أو واحد واحد والتاني زيرو، وتعطي خارج لو، يعني تعطي صفر. فأنا عاوز مدخلين مختلفين وتعطي صفر. نجرب. صفر وواحد عند النط، صفر عند النط يطلع واحد، وواحد عند النط يطلع زيرو، زيرو وواحد يطلع واحد عند الأور. أور بتخرج زيرو في حالة واحدة، ما يكون كله زيرو. عكس الأند بتخرج واحد ما يكون كله واحد. طب هنا زيرو واحد، زيرو واحد أو واحد زيرو مش فارقة، واحد زيرو عند الأند يطلع زيرو، واحد زيرو عند الأند برضو هنا يطلع زيرو، زيرو زيرو عند الأور يطلع زيرو. خلاص كده خلصنا. الموضوع بسيط قوي، وده ليفل بسيط قوي بيجي في امتحان، يعني ده أقل ليفل فيها. دائرة كهربية مكونة من مصدر متردد قوته دفع كهربية 200 فولت وتردد 800 على أيا كان اف، ملف حسب هما المقاومة أومية متصلة على التوالي مع ار، ده في داش ده ار. وعند مرور تيار كهربي كان فرق الجهد بين طرفي المقاومة، يبقى ده في ار، فإن معامل الحث الذاتي يساوي كام؟ طيب خلينا نتفق اتفاق إن الاي كلي بيساوي الفي كلي على زد لو كان متاحين يعني، أو في ار على ار، أو في ال على اكس ال، أو في سي على اكس سي على حسب. فأنا أكيد أحسب التيار الكلي من الحالة دي كده اللي هو في ار على ار. في ار بكام؟ ب 120 على ار ب 300. يطلع التيار الكلي ب 2 على 5 4 من 10، يبقى يطلع الاي داش بيساوي 4 من 10. ماشي. طيب معايا اي كلي ومعايا في كلي، احسب زد بقى. الزد بيساوي الفي على ايه؟ الفي على الاي، اللي هو 200 على 4 من 10 يطلع 500. الزد بيساوي 500. فبحكم ان هو ما قالش اي حاجه عنه فهو فاعله، الفي ما قالش اي حاجه عنه فهو فاعله، لكن لو هو عظمى هيبقى عظمى. الزد 500، وانت عارف ان الزد بيساوي الجذر التربيعي او المثلث اللي علمتك عليه، اكس ال وزد وار. انا عاوز ده، يبقى ده ناقص ده، الوتر ناقص الضلع ده،
يبقى اكس اللي بيساوي 500 تربيع ناقص 300 تربيع يطلع 400. اكس اللي بيساوي 400. منها هجيب ال بقى، كفايه كده عليا. ماشي، تطلع بكام؟ كام؟ ماشي، تطلع ربع هنا ليه. اللي وراها بيقول لي قصة حياة مسألة حزينة. النسبة بين محصلتي كثافة الفيض عند نقطتين اكس وواي تساوي كام؟ ماشي، فين اكس وواي؟ ادي اكس وده واي. ارسم مجال، ده بيطلع هنا اكس اكس نقطة نقطة، ده بيطلع هنا اكس اكس نقطة نقطة. يعني المحصلة هنا طرح، ومحصلة هنا جمع. المسافة ديت بدي، والمسافة دي باتنين دي، لأن المسافات دي قد بعضها، فدي دي ودي اتنين دي على بعضها كده. باين ولا ايه؟ ده طياره 2 اي، وده طياره اي. فسهله بقى، ساعة من ميو والبتنجان ده كله، احنا كده كده دول ثوابت يعني هيطيروا مع بعض. فاقول والله بي عند اكس، احنا قلنا انها طرح، بيساوي بي واحد ناقص بي اتنين، اللي هو اتنين على دي على طول بقى، ناقص واحد على اتنين دي، يعني اتنين ناقص نص واحد ونص، يبقى بي اكس يساوي واحد ونص. طب بي واي جمع، صح كده؟ اتنين على اتنين، اتنين دي، ما احنا افترضنا ان البعد اتنين دي. اوكي، طيب موجب واحد على اتنين، اتنين على اتنين فيها الواحد، موجب نص فيها نص، واحد ونص، يعني واحد ونص هنا واحد ونص هنا، النسبة واحد إلى واحد. سؤال 44 اللي هو آخر سؤال، اختر. في شكل مقابل سلك نحاسي مستقيم، أدي السلك النحاسي المستقيم واقف كده، بيتحرك كده طبعا. ماشي، فخلي بالك إن السلك شرط تواجد ام في مستحثة فيه إنه يقطع في المجال، ودي قلتها قبل كده صح؟ في الفيديو اللي فات لازم يقطع في المجال. فالسلك عند موضع اكس، ده سلك عمودي على الصفحة وعلى الخارج، يعني واقف، بص كده، واقف كده، واقف كده. ماشي، هيقطع كده، يعني متحرك لفوق هيقطع. اوكي ولا لا؟ ماشي، يبقى اكس اكبر تقطيع، واي لو اتحرك كده مش هيقطع، واي عندها صفر. طب زد هيقطع ولكن في الاتجاه العكس، يعني سالب. بي هيقطع ولكن مش هيقطع، سوري، صفر، ويرجع لاكس تاني. فبدأنا من عظمى، بدأنا من عظمى، من عظمى عند اكس كنت عظمى، عند اكس كنت عظمى، عند واي كنت صفر. طبعا ده مينفعش وده مينفعش، بس الفكرة ان عند زد عكس اتجاهه، زد عكس اتجاهه فقد السالب. اوكي، السؤال مقالي. الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل، نرجع لمرجعنا تاني. الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تحتوي على ملفين وسلك مستقيم لهما نفس المقاومة الأومية، ثلاث مصابيح متماثلة. فسر لماذا لا تصل المصابيح الثلاثة معا إلى أقصى شدة لحظة إضاءة غلق المفتاح. هو نفتكر بس حاجة على الحث الذاتي. الحث الذاتي دي معلومة بره السؤال، يعني يعمل على زيادة زمن النمو. ففي فيديو مهم أوي هشرحه الحث الذاتي إن شاء الله قريب، هيقول لك كل حاجة بيعملها الحث الذاتي، وإن شاء الله مش تغلط فيها خالص. وبالتالي ده ما عندوش حث ذاتي لأنه ده سلك مستقيم، ماشي ولا إيه؟ ما عندوش حث ذاتي لأنه سلك مستقيم. ده ملف لولبي عنده حث ذاتي، فده بيأخر شوية، يعني ده أسرع إضاءة
لانه ما عندوش حس ذاتي. ده عنده حس ذاتي. ده عنده حس ذاتي وحديد، يعني حس ذاتي كبير قوي فبيأخر اكتر. كل ما الحس الذاتي يكبر الزمن بيكبر. بس فده اسرع واحد، ثم ده ثم ده، زد ثم اكس ثم واي. لان زد ما عندوش حس ذاتي، اكس عنده حس ذاتي، ولكن واي عنده حس ذاتي اكبر بسبب وجود قالب حديدي. دي كده انا فسرت له زي ما هو قال، بسبب الحس الذاتي للملفات. والحس الذاتي المصباح واي اكبر بسبب وجود القالب المعدني. فوتون كتلته المكافئة ام وسرعته سي اصطدم بإلكترون حر ساكن كتلته ام إلكترون، فتشتت الفوتون وكانت الكتلة المكافئة للفوتون المشتت ام داش. أثبت أن سرعة الإلكترون بعد تصادم تعطى من العلاقة الآتية. نكتب الأول المعادلة بتاع الكومبتون. كي إي بيساوي إي واحد اللي هو ساقط ناقص إي اتنين اللي هو مشتت. نفك دول. كده نص ام إلكترون في تربيع بيساوي ده ام سي تربيع، لأن ده ام فوتون. ده ام واحد أو ام يعني ناقص ام داش سي تربيع اللي هو مشتت. هو عايز السرعة، يبقى نقسم على، نضرب في 2 الأول ونقسم على الام. الرياضة بقى، يبقى الفي تربيع بيساوي ايه؟ 2 سوري، هناخد سعر مشترك بره. ماشي، 2 افتح قوس ام سي تربيع عشان بس الناس ما تتوهش مني، على ام الكترون قسمت على الام وضغطت في 2. بعد كده اعمل ايه؟ اخد السي تربيع مشترك بره، يبقى الفي تربيع بيساوي 2 في سي تربيع في ام ناقص ام داش على ام الكترون. بعد كده اخد جذر الطرفين، يبقى الفي بيساوي جذر السي تربيع بسي، والجذر يبقى على الباقي كله 2 ام ناقص ام داش على ام الكترون. رياضة، ده الفيزياء، ده تفكيك القوانين، كل ده رياضة.